السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين الجدد مرحبا بكم، متابعين الأوائل شكرا على الدعم، شكرا لتواجدكم، شكرا للكلمة الطيبة. جمعة مباركة للجميع. وبالنسبة لوصفة اليوم هي وصفة التيراميسو بلمسة جديدة. نحتاج في ذلك إلى كمية من الحليب، نحتاج إلى بسكويت الخاص بالتيراميسو، نحتاج أي نوع من الفاكهة الحمراء، فرامبواز، فريز، أي فاكهة متوفرة. إذا ما كانتش موسمية نقدر نستخدم حبة موز نقطعها إلى شرائح، لأنه راح تساعدنا كي نحب نقسم الكيك مش راح يفسد لنا الشكل النهائي تاعها. نحتاج إلى جبنة الماسكاربون، أيضا نقدر نستغنى عليها إذا كانت غير متوفرة، نستخدم في بلاصتها لي بتي سويس 250 غرام. نحتاج إلى 3 ملاعق سكر، وإلى 100 مليلتر من الكريمة السائلة اللي تكون فيها نسبة الدهون أكثر من 18%، وتكون خاصة بالحلويات، تكون مرسومة في العلبة. إذا الخطوة الأولى نحط كل كمية الماسكاربون، كل كمية الكريمة السائلة، نحتاج نحط ملعقة من السكر وكيس الفانيليا اللي عندي، نخلط جيدا. وكي تكون الباتور تاعي يخلط نزيد ملعقتين من السكر على دفعتين، نخلط تري بيان حتى نتحصل على قوام متماسك نقدر نشكلو على لو كيك تاعنا. هنا اذا لقيتي باللي القوام قاعد ليكيد وماهوش متماسك، نقدر نزيدو اون بواط تاع بتي سويس ولا ملعقه كبيره من جبنه الطلي. هذه من اسرار كريمه الجبن، ملعقه كبيره من جبنه الطلي. هذه اذا ما قدرناش نتحصلوا على قوام متماسك. اذا تحصلنا على هذا القوام سي بون، يا با بروبليم. الخطوه الثانيه نفرش لو نيلون اليمونتير، ناخذ الحليب تاعي، لو بسكوي، نشمخ لو بسكوي تاعي ونشكل 3 خطوط متوازيه ومتناظره، يعني تكون نفس الطول، وتكون لو بسكوي هذا قدام هذا، لانه راح اون فا بليي لو بسكوي، لازم تكون مترصه بهذه الطريقه. نحط لا بروميير كوش تاع لا كريم تاعنا، نحاول انه ما نقربوش من لي بور كما راكم تشوفوا هنا. حاولت نركز على في الوسط فقط، لانه لو كان ديري بوكو دو كريم في الحواف، كي تحبي تبليي لو كيك تاعك راح يخرج لك ويخسر لك كومبليتوم لا فورم. لا دوزيام كوش راح نديروها فقط في الوسط، une deuxième couche تاع لا كريم، ونبدا نستف لو فروي اللي عندي. انا عندي هنايا لي فرامبواز، نشكلهم بهذه الطريقه لانه راح نقسموها، وكنقسموها لازم تظهر عندنا الفاكهه الحمراء. كما قلت نقدروا نستغناو عليها كومبليتوم. لا دوزيام كوش انا لا ديرنيير مينوت قلت اتون نمد شويه لمسه تاع الشوكولا، لذلك زدت ملعقه من كريمه الطلي، عفوا من شوكولا الطلي، زدتها لو غيست تاع لا كريم. خدري نوتيلا، اوبتيلا، اي نوع شوكولا عندك في البيت، سا شونج ريان لو غو هذاك. نزيد هكا طبقه ثانيه، اي ابري جي اسيي دو بليي، لقيت بلي كاين بزاف فيد في الوسط، لذلك زدت اون دوزيام كوش تاع لو بسكوي فوق هذه لا كوش تاع الشوكولا، باش تكون الوسط مرتفع وما يكونوش عندنا دي فيد. نبليي لا كريم هكذا على 3 باش يكون عندنا الشكل هذا تاع بيت ولا سقف البيت. نخليها في الثلاجة لمدة على الأقل 2 إلى 6 ساعات، نخرجها نكمل لا ديكوراسيون تاعي. انا درت هنايا كاكاو باش ننقص شويه الحلاوه، مالغري كو ما داش بزاف سكر، 3 ملاعق فقط. وزدت لمسه تاع نواه كوكو باش تعطي لي في تاع ثلج فوق سقف المنازل. وهذا هو الشكل النهائي للكيك تاعي. نقدر نقدموه مباشره، كوم سي نقدموا نخليوه يزيد يستنى في الثلاجه. ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها، تفرحوا بها الابناء بعد نهايه فتره الاختبارات، وتفرحوا بها انفسكم بعد نهايه فتره الضغوطات. نقدروا نقدموها مع حاجه بارده ولا مع كافي نوار كما تحبوا، تصلح ان ديسير، تصلح ان غاتو، كما حطيتيها تصلح. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وان شاء الله تشاركوها، وشاركوني بارائكم كي تعاودوا تجربوها. إلى الملتقى إن شاء الله، وإلى وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.
وخير ما نختم به الفيديو هو الصلاة على أشرف الأنبياء أشرف المرسلين، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.